السلام عليكم يا رفاق. الحمد لله انتهينا من مواد تقيله وما تضيعش ماده يجي فيها التقفيل او انك تنقص درجتين 3 بالكتير قوي على حساب مواد تانية. وافتكر ان انت لسه في ثالثه ثانوي وما تسمحش لاي كسل او اي هبوط يخليك ما تقدرش تكمل الكام يوم المتبقيين اللي هم اصلا متوقفين على شغلك وتعبك طول الشهور اللي فاتت دي. وبلاش كمان تعز جواك الشعور بالطاقه السلبيه وانك تعبت وانا ما عدتش قادر. على فكره الطبيعي انك تكون تعبان، انت اصلا فتره امتحانات، الطبيعي بجد فتره الامتحانات انك تكون تعبان. فخليك قدام الامر الواقع وارمي الفيزياء والتاريخ وخلينا في الانجليزي. مقدره جدا شعور انك تغلط وشعور الحزن اللي جواك، بس انا ما اقدرش اضحك عليك ولا اعيش الحزن ده معاك ونكبر الموضوع وان احنا لسه في مواد اصلا قدامنا واحنا لسه ما خلصناش امتحانات. بس انا قلت لكم كتير ما حدش يراجع واللي يحصل يحصل، فنرمي كل اللي فات ونركز بقى في اللي جاي. الانجليزي بقى يا جماعه هو عباره عن كلمه واحده بس، مستر عبد الهادي بازيل. ده المستر بتاعي وهو لسه عامل قناه على اليوتيوب بس مش من اول السنه، فانا متاكده ان اول فيديو هتسمعوا ليه هتقول كلمه واحده بس: يا ريتك يا مستر كنت موجود معانا من اول السنه. ده شيء اكيد لان انا متاكده انا بقول لكم ايه. ده المستر بتاعي والمستر بتاعي سنين طويله جدا، يعني انا معاه من زمان جدا. فانت لو سمعت مستر بازيل وذاكرت وراه من المذكرات والملازم اللي هينزلها، لكل فيديو هينزل مذكره وملزمه تذاكرها كويس وتحل منها وبعد كده تتابع معاه على الفيديو. بجد لو انت عملت كده وذاكرته معاه كويس قوي صدقوني بجد الانجليزي هيتقفل، يعني هيتقفل ما عادش بس ناقص غير حاجه واحده بس، هو توفيق ربنا معاك. يعني لكن الاسباب انت كده اخدت بكل الاسباب. لو تابعت كل الفيديوز اللي نزلت وتابعته معاه وذاكرته معاه وحليته معاه بجد خلاص الموضوع كان منتهي. الايام بتاعتنا اللي كانت قبل الانجليزي انا بجد ما عملتش اي حاجه غير حاجه واحده بس، وانا كنت بحضر ايام المراجعه وكمان كنت بحل. يعني هو كان عندنا مذكرات معانا وكنت بس بحضر ايام المراجعات وكنت بحل وبس، وكان الانجليزي بالنسبه لنا كان اسهل ماده لينا كلنا. واحلى حاجه ان الفيديوهات شرح مع حل، ودايما كنت بقول لكم في المواد اللي فاتت او اي ماده عامه ما تزودش قوي بسماع الفيديوهات الشرح عشان ما تضيعش وقتك وتلحق انك تحل. هي الفيديوهات اصلا عباره عن شرح مع حل، وده احسن حاجه لان دي فيديوز شامله فتحس انك مطمن ومش محتاج تزود اي حاجه عن المستر. مبدئيا اول حاجه لازم تهتم بيها في الانجليزي هو الجرامر. مستر هينزل فيديو عن 50 نقطه لاهم القواعد الموجوده عندك في المنهج. تاني حاجه بعد ما خلصت التركيز على القواعد المهمه، الوحدات اللي عندك، انت عندك 12 وحده، هيكون في فيديو عن الوحدات من الوحده الاولى لحد الوحده السادسه شرح محل، وفي فيديو ثالث شرح محل للوحدات من السبعه ل 12. يبقى كده انت خلصت فيديو منفصل على اهم القواعد اللي هم ال 50 نقطه، وبعد كده رجعت على المنهج كاملا شرح مع حل. وكمان هيكون في فيديو حل منفصل على القواعد بس، يعني فيديو كامل هيكون حل منفصل على القواعد بس عشان تاكد عليها، وطبعا قواعد المنهج كاملا. كده هيكون لسه فاضل الكلمات اللي انت لسه ما حلتش عليها، هيكون في فيديو حل المنهج كاملا بالكلمات والقواعد. طبعا الفيديوهات دي كلها هيكون ليها الملزمه بتاعتها او المذكره بتاعتها في صندوق الوصف انك تحملها وانك تعرف تحلها قبل ما تشوف الفيديو. وكمان طبعا حل المستر هيبقى مختلف تماما لان هو بجد هيثبت لك المعلومه جدا وهيزود عليك حاجات كتير وهيشرح وهو بيحل. بجد يا جماعه والله هتستمتعوا جدا، انا متاكده من حاجه زي كده. لسه عاوزين تاكيد كمان على المنهج، ما احنا عاوزين نقفل بقى. هيكون في حل على الامتحانات السابقه لثانويه عامه من سنه 1997 لحد 2022 بالامتحانات التجريبيه. طبعا 97 دي قبل ما يتولد اصلا، فهو يعني ايه هيلم لنا الدنيا كده كلها وانتوا هتحلوها على الجاهز. لسه بقى السكيلز، واكيد السكيلز لازم يجي منها سؤال او سؤالين في الامتحان، هيكون ليها فيديو منفصل واهم الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. المستر اكيد ما نساش القصه وعمل لها فيديو منفصل باسئله التفكير النقدي بتاعتها. القواعد التراكميه وانا قايله لكم من زمان ان هي مهمه جدا، زي الا والان وذان او نو ارتكل والذات وذيس وذوس والحاجات دي كلها. الحاجات دي برده لها فيديو منفصل وكان نازل اصلا من زمان قبل ليالي الامتحان، يعني برده فيديو القواعد التراكميه موجود بشكل منفصل. وبجد مفيش اي حاجه تخليك ما تقفلش الانجليزي او تخليك تاخد بالاسباب انك تتفرج على الفيديوز وتحل وتجتهد مع المستر اول باول. وسيبك من الامتحانات اللي فاتت وادائها وافرح ان الكتب بتقل من على المكتب وخلاص ما عادش الا تكه فعلا وتعدي، بس لازم تستغل الايام دي كويس واوعى تتكاسل فيها وما تضيعش فرصه ان الداتا دي كلها معاك ومجانيه ومتوفره معاك جدا. كل اللي عليك بس انك تفتح اليوتيوب وانك تذاكر وانك تحل وانك تجتهد. وانتوا دايما بتثقوا في رايي وفي كلامي وبجد شكرا على الثقه الكبيره دي، فثقوا فيها كمان المره دي. وبس كده وصلنا لاخر فيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وبعد كده تسيبوا لنا رايكم في الكومنت. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.